اتخيل بقى النقيض تماما الحاجه الايجابيه. يعني لو مثلا واحده بتقول لك الدكتور ده صعب جدا وبيشيلنا كله، يعني بيشيل الدفعه كلها ودايما بيسقطنا. بدل بقى ما تقعدي تسمعي الكلام السلبي اللي هيدخلك في دوامه، ده انا هشيل الماده، ده انا هسقط، ده كده كده ما بينجحش حد، ده مش عارفه حتى الاولى ما بتجيب مقبول ولا بتعدي بالعافيه. لا، نجلكت لكل الكلام ده، نجلكت لكل الكلام ده والتخيلات دي والحوارات دي، لان احنا اصلا لما بنتخيل الحاجات دي بنتعب. مجرد لما هتفكري فيها ما انت هتتعبي. النقيض تماما بقى، تخيلي بقى احسن دكتور عندك بتحبيه، احسن ماده عندك انت شاطره فيها، واقعدي تخيليها بقى وهي بتحكي لك الموقف. يعني انا بتكلم على ده لو حد فعلا بيحكي لك موقف. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ عايزه اتكلم بقى النهارده كده معاكم في حاجه مهمه جدا، وهي ساعات مثلا حد من صحابك، قرايبك، معارفك يجي يشتكي لك من حاجه معينه، وانت بالنسبه لك الدنيا تمام، واصلا انت يعني مش عندك مشكله مع الحاجه دي، وفجاه تلاقي المشكله دي بتحصل لك او الحاجه دي بتتنقل لك. كمان ساعات بتوصل اصلا لدرجه ان انت مثلا ممكن تكون واحده صاحبتك او whatever مين صاحبتك، او ممكن يعني يكون حد مقرب، صاحبتك، جارتك، قريبتك، هي تعبانة وتروحي تزوريها وتلاقي نفسك رجعتي تعبانة انت كمان زيها، مع ان انت كنتي كويسة والدنيا تمام، بس فجأة بتلاقي جاتلك نفس الأعراض، نفس الحالة. ساعات في ناس مننا بتحصل لها المواقف دي، وطبعا بقى بدرجات. فعايزين بقى ايه، نتكلم كده شوية عن الحوار ده وازاي نحاول نتفاداه. ولو حد عنده تجربة بالموضوع ده يا ريت تقولي في الكومنتس، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. طيب انا الاول كده هحكي عن موضوع كده سريع حصل قبل كده لماما. انا اصلا لو يعني الموضوع انا بفتكره لما يعني كان بيحصل زمان او كده، بحس ان هو ايه ده، هو فيه يعني، هو ده اصلا موجود؟ يعني هو انا مثلا ممكن اكون انا تعبانه وباجي اقول لحد انا تعبانه بكذا، ده انا حاسه ان انا مثلا مش عارفه ايه، حاسه ان انا مصدعه، حاسه ان انا تعبانه وبحكي لصاحبتي عادي، فجاه هي كمان تحس بالصداع. يعني لو جيتي تفكري فيها كده تحس الموضوع ويرد، اللي هو ازاي يعني؟ فعشان كده ده لما حصل مثلا، لما ماما كانت حكت لنا عن الموقف ده، لما اتكرر معاها طبعا كذا مره يعني، فانا كنت بقول اكيد لا، يعني ده ممكن يكون صدفه او كده. بس هي مثلا ايه، كان ليها حد يعني من صحابها يعني، كانت بتزوره وهي كانت تعبانه تقريبا، كانت انا مش فاكره قوي كان عندها ايه، بس ممكن يعني هي تقريبا كانت تعبانه، رجلها وجعاها حاجه كده. فماما رجعت من الزياره بعدها بيومين، فضلت هي كمان تعبانه ورجلها وجعاها ومش قادره تتحرك وهكذا. حصل لها برضو نفس الموقف، حد مثلا كان بيشتكي ودانه بتوجعه، فلدرجه ان هي اصلا مش قادره تلبس حلق في ودنها فخلعته. فماما برضو حصل لها الموقف ده. تعالوا بقى نتكلم كده بالتفصيل، انا اصلا يعني ازاي ده يحصل. بصوا، عايزه الاول اقول ان احنا في حياتنا بيكون في ناس ممكن تقابلي في حياتك، يعني ناس من النوع اللي دايما بتشتكي، دايما هي عايشه الحاله دي. فاصلا يعني لو انت تعرفي يعني هي ناس سلبيه، انا بتكلم دلوقتي عن الناس اللي هي السلبيه اللي دايما بتصدر لك طاقه كآبه غير طبيعيه، الناس الشكاء البكاء انا دايما بسميهم الشكاء البكاء، لان انا ما بحبش الكآبه ابدا. يعني طبيعي ان طبعا كلنا بيبقى عندنا مشاكل، كل واحد ساعات بيمر بظروف معينه بيحب يقعد يحكي ويحب، يعني فاهمين؟ عادي ان انا يكون عندي مشكله اقعد احكي عنها، اقعد اتكلم، اقعد افضفض. بس في فرق، يعني في فرق لما حد بيجي يحكي لي مشكله وتحس انه عادي، يعني تحس الدنيا بيس، مش معقد الدنيا ومأزمها، وحد تاني يحكي لك حاجه صغيره جدا قد كده يقعد بقى يكبر لك الموضوع، وكم طاقه سلبيه فظيعه. في ايه اللي هو في ايه ويا ريت مثلا يعني احنا بنتكلم وبس. يعني خلينا نكون واقعيين ونقول ان احنا ساعات بنقعد نفضفض بس. يعني ساعات السبب الرئيسي للشكوى او الكده او الكلام، يعني ان انت بتبقي عايزه تفضفضي فقط. فبلاش تكوني من الناس الشكاء البكاء اللي دايما طول الوقت بتصدري طاقه سلبيه غير طبيعيه وانت عارفه ان انت بتتكلمي بس. يعني مثلا لو حد جاي يقول لك حلول، انت مش هتعملي بالحلول، انت اصلا ممكن تكوني عارفه الحلول. ممكن الناس كلها بتقعد تقول لك على الحلول واعملي كذا وما تعمليش كذا، ويا بنتي ما انت غلطانه ومش عارفه ايه. لا، انت يبقى عايزه تشتكي وبس، عايشه دور الشكوى فقط. بصوا يا جماعه، من الاخر كده الناس دي اقطعي معاها بس يعني دي النصيحه اللي انا اقدر اقولها لك. تعرفي تقطعي معاهم، اقطعي معاهم، وهنبقى نتكلم يعني عنهم لوحدهم. خلونا بقى في الموقف ان انا لما حد يجي يحكي لي حاجه فجاه تتنقل لي انا، وبتكلم بقى دلوقتي لو ده شخص صاحبي، شخص كويس، شخص عادي اللي هو طبيعي بيحكي لك عادي مشكله عنده، فجاه حسيتي ان المشكله دي اتنقلت لك. طيب انا بقى ده ممكن ليه يكون بيحصل لي؟
طيب، نرجع بقى لموضوعنا. انا ليه بيحصل لي الموقف ده؟ تعالوا بقى نقول كده ان انا ممكن اكون بسمع شكوى حد قدامي او مشكلة حد قدامي، صاحبتي بقى، قريبتي، whatever هي مين. بتكوني انت من النوع اللي متعاطفة بزيادة عن اللزوم لدرجة ان انت اصلا بتعيشي حالتها. يعني انت ممكن حد يحكي لك مشكلة فعادي انت شايفة المشكلة، انت شخص محايد اللي هو مش حاطة نفسك مكان اللي قدامك. في ناس بقى بتعيش الحالة اللي يعني الشخص اللي انا بيحكي لي حاجة بعيش بقى حالته. لو واحدة بقى تحكي لي مثلا ان هي متخانقة مع اختها، بتعيشي مكانها وتتحمقي وتتعصبي وتتوتري مش عارفة ايه. في شخصيات بتبقى كده. في شخصيات تانية بتكون برضو اللي هو يعني فاهمين متعاطفة بزيادة، بيصعب عليها قوي الموضوع فبتاخد الموضوع على اعصابها، فبتبدأ اصلا تعيش الحالة من غير اصلا ما المشكله تحصل لها او هي تكون في الموقف، فاهمين؟ ففي ناس من النوع اللي بتبقى اللي هو عاطفيه بزياده لدرجه ان هي بتعيش حاله اللي قدامها. طيب، طبعا علشان تحلي المشكله دي لازم الاول تبقي عارفه ان الحوار ده عندك او المشكله دي عندك، لان مفيش حاجه هنقدر نحلها من غير ما انت اصلا تبقي عايزه تتغيري. فانت ازاي هتبقي عايزه تتغيري من غير ما تعرفي ان انت عندك المشكله دي؟ لان طبعا دي هتاثر عليكي بقى في حاجات تانية كتير، يعني زي ما بقول لكم لدرجه ان انت لو واحده صاحبتك حكت لك يعني حكت لك ان هي تعبانه انت كمان تتعبي، فاهمين؟ حد بيحكي لك على مشكله عادي فجاه انت كمان تمري بنفس المشكله، واحده عندها ازمه في شغلها انت تمري بنفس الازمه، واحده مش عارفه ايه. فاهمين؟ فالموضوع بيبقى عشان انت من كتر ما انت لا يعني مبرمجه نفسك، او ممكن يكون ده تلقائي بقى من وانت صغيره متعوده على كده، لما حد بيحكي لك مشكله بتتعاطفي زياده عن اللزوم. المفروض ان الصح ان انا لما حد يحكي لي حاجه اكون عادي شخص محايد. مش لازم اخد المشكله انها حصلت لي انا، ما هو انا لما هقعد اتخيل ان المشكله دي حصلت لي انا ما هي هتحصل لي. لان انت كل ما بتتخيلي الحاجه بتقعد تجيلك. واحنا بقى للاسف ساعات بدل ما نقعد نتخيل الحاجات الحلوه، يعني المفروض اصلا يعني كتير جدا لما باجي اسمع يعني لحد وكده، اقعدي تخيلي حاجات حلوه بتحصل لك، نفسك في حاجه اقعدي تخيلي ان فعلا ربنا جابها لك وربنا اكرمك بيها، وان الحاجه دي حصلت لك. احنا بقى عندنا مشكله شويه في نقطه التخيل دي الايجابي، وبنقعد بقى في السلبي ما شاء الله الله ينور بنتخيل سلبي بطريقه غريبه. يعني ساعات بيبقى عندنا السرعه البديهه في التخيل السلبي فظيعه. فعشان كده ده بيخدم على ده. فخلينا بقى نكون كده متفقين ومدركين ان لو انت شخصيه حصل لك الموقف ده، حصل لك المشكله دي، حاولي تفرملي شويه، وحاولي تاخدي كده خطوتين ثلاثه لورا، ستيب باك كده، وتقعدي بقى كده تهدي، ولما حد يجي يحكي لك مشكله خاصه بيه يعني اسمعي عادي. هي اصلا ممكن تكون بتحكي لك من باب الفضفضه زي ما قلنا، لان احنا اغلب البنات بتحب تقعد تفضفض وتتكلم في المشكله، وتبقي مش عايزه حل ولا حاجه، انت مجرد بتفضفضي. في ناس تانية بتبقى فعلا محتاجه حلول، فعادي انت قولي لها الحلول، بس مش لازم بقى تحطي نفسك مكانها وتعيشي الحاله وتتوتري. يعني مثلا لو واحده بتحكي لك مشكله مع مامتها، مشكله مع جارتها، مشكله مع جوزها، تقعدي بقى انت تعيشي الحاله ولا مش عارفه ايه وما تسكتيش وما تعمليش. انت اصلا كده يعني انت كده بتيجي على نفسك انت وعلى اعصابك وبتدمري الدنيا. فزي ما قلنا طبعا اول حاجه اول خطوه لازم اعملها ان انا اراقب، واكون فاهمه اصلا ان انا الموقف ده حصل لي قبل كده. ما هو انت دايما لما هتقعدي تراقبي نفسك وتصرفاتك هتكتشفي بقى ايه اللي حصل، فنبدا نعدله. انت هتقعدي تراقبي تصرفاتك، لو انت فعلا حصل لك الموقف ده حاولي تبقي شخص محايد. يعني حاولي تسمعي المشكله من باب المحايده، ما تقعديش تحطي نفسك مكان اللي قدامك، ما تقعديش تفترضي ان انت المشكله دي حاصله عندك انت. وما تقعديش بقى تتخيلي سيناريوهات، ولو انا بقى مكانها ولو انا اتحطيت في المشكله دي، ما انت لما تقعدي تتخيلي سيناريوهات دي ما هو ده هيحصل لك. فخليكي تمام كول، عارفين انتوا الناس اللي كول البيس. خليكي تمام واقعدي خليكي شخص محايد. مش بقول ان احنا نبقى ناس بارده، فاهمين؟ بس ما تبقيش اللي هو ايه حمائيه بزياده، وتقعدي بقى تدخلي نفسك في مشاكل وفي مصايب وهكذا. خليكي شخص محايد، اسمعي المشكله عادي جدا، ما تقعديش تتحمقي زياده عن اللزوم، لان برضو انتي اصلا ممكن حمقتك دي تقعدي تشعللي الدنيا، فاهمه؟ يعني بتكلم بقى لو حد دلوقتي بيحكي لي على مشكله، او حتى على فكره لو حد بيشتكي من مرض معين، ما انتي لما تقعدي تبيني ان انتي ايه ده مش عارفه ايه ومتوتره، ما انتي هتوتريه اللي هو جاي يحكي لك عشان تهديه. فخليكي دايما خديها من منطلق ان انتي تكوني شخص محايد وتهدي اللي قدامك. تمام. تالت حاجة بقى كمان ممكن نعمل ان احنا لو حد بيحكي لي حاجة سلبية، اتخيل بقى النقيض تماما الحاجة الإيجابية. يعني لو مثلا واحدة بتقولك
الدكتور ده صعب جدا وبيشيلنا كله، يعني بيشيل الدفعه كلها ودايما بيسقطنا. بدل بقى ما تقعدي تسمعي الكلام السلبي اللي هيدخلك في دوامه، ده انا هشيل الماده، ده انا هسقط، ده كده كده ما بينجحش حد، ده مش عارفه حتى الاولى ما بتجيب مقبول ولا بتعدي بالعافيه. لا، نجلكت لكل الكلام ده، نجلكت لكل الكلام ده والتخيلات دي والحوارات دي، لان احنا اصلا لما بنتخيل الحاجات دي بنتعب. مجرد لما هتفكري فيها ما انت هتتعبي. النقيض تماما بقى، تخيلي بقى احسن دكتور عندك بتحبيه، احسن ماده عندك انت شاطره فيها، واقعدي تخيليها بقى وهي بتحكي لك الموقف. يعني انا بتكلم على ده لو حد فعلا بيحكي لك موقف